الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم أكل مادة الفوفل على سبيل أنها تعطي رائحة طيبة، وهل تعد من المخدرات؟ لأن كثير من الشباب يأكل منها. هي ليست من المخدرات، لكن الابتعاد منها أفضل. هي ليست من المخدرات، لكن الابتعاد منها أفضل. يتساهل بعضهم فوفل، وبعدين تنقل، وبعدين شمة، وبعدين خطوة خطوة. فالأفضل هو الاجتناب، لكن هو ليس بمحرم. الأفضل هو الاجتناب، لكن هو ليس يعني بمحرم. أكله جائز، ما في شيء، لأن ليس فيه مادة يعني تخدير، ليس فيه مادة تخدير، ويعطي الرائحة للفم طيبة. لكن الأفضل الاجتناب حتى لا يتوسع الواحد فيها، وشكله منظره وهو يأكل أيضا أمام الناس، فيظنون به الظن السوء.